تفتكر لو كنت مفلس ونفخت 3 مراتب هوا في صالة بيتك ممكن تبقى بداية لشركة قيمتها أكتر من 100 مليار دولار؟ الحكاية بدأت سنة 2007 في سان فرانسيسكو، وقتها كان براين تشيسكي وصاحبه جوجيبيا مش قادرين يدفعوا إيجار الشقة، والميعاد قرب وصاحب البيت مستني فلوسه، وكل الأبواب بالنسبة لهم كانت مقفولة، وفي نفس الأسبوع وهما ماشيين في الشارع عرفوا إن في مؤتمر كبير هيتعمل في المدينة خلال أيام، والفنادق كلها كانت محجوزة بالكامل. رجعوا الشقة وكل واحد فيهم بيفكر هيجيب الإيجار منين، لحد ما براين بص للصالة الفاضية وكأنه أول مرة يشوفها، وفجأة قال هو الناس اللي ما لقيتش فندق هتنام فين؟ كان سؤال بسيط لكنه غير كل حاجه. جابوا 3 مراتب هوائيه نفخوهم في الصاله وعملوا موقع بسيط سموه ايربيد بريكفاست، وكتبوا عليه ان اي حد جاي المؤتمر يقدر ينام عندهم وياخد كمان فطار الصبح. وبسبب ان الفنادق كانت فل وافق 3 اشخاص يحجزوا عندهم. في اللحظه دي ما بقتش الفكره مجرد 3 مراتب هوا، بقت سؤال اكبر بكتير. لو في ملايين من الناس عندهم اوضه فاضيه وفي ملايين مسافرين بيدوروا على مكان يناموا فيه، يبقى المشكله عمرها ما كانت في نقص الاماكن، المشكله في حته تانية. ومن هنا بدأوا يعرضوا الفكرة على المستثمرين، لكن كان الرد صادم. مين المجنون اللي هينام في بيت واحد ما يعرفوش؟ ومين صاحب البيت اللي هيسيب غريب يدخل بيته؟ مستثمر بعد مستثمر وباب بعد باب كان نفس الرفض بيلاقوه. بالنسبة للمستثمرين المشكلة ما كانتش في تطبيق الفكرة، المشكلة كانت في البشر. الناس ما بتثقش في أي حد غريب بسهولة. الفلوس خلصت والشركة كانت على وشك إنها تقفل، لدرجة إن المؤسسين اضطروا يعملوا أي حاجة علشان يكملوا. وصادف وقتها موسم الانتخابات الأمريكية، فصمموا علب كورن فليكس محدودة الإصدار، واحدة كان عليها اسم اوباما والتاني كان عليها اسم ماكين، وكانوا بيبيعوا العلبه بحوالي 40 دولار. الفكره كانت غريبه لكنها نجحت وجمعت للشركه حوالي 30,000 دولار. المبلغ ما كانش كبير لكنه اشترى لهم اهم حاجه، الوقت. وخلال الوقت ده قرروا يبطلوا يخمنوا وينزلوا بنفسهم يقابلوا اصحاب الشقق والمستخدمين علشان يفهموا ليه الناس لسه متردده تحجز. وهناك اكتشفوا ان المشكله ما كانتش في الفكره، المشكله ان الناس كانت محتاجه سبب يخليها تثق. واول حاجه لفت نظرهم كانت الصور. اغلب الشقق كانت متصوره بالموبايل واضاءتها كانت سيئه، فكانت بتدي انطباع انها غير امنه او غير مريحه. فاشتروا كاميرا ولفوا بنفسهم يصوروا البيوت، وفجاه الحجوزات بدات تزيد. ساعتها فهموا ان الثقه مش هتبني بالكلام، الثقة لازم تكون واضحة. ومن اللحظة دي بدأوا يطوروا المنصة بحيث كل خطوة فيها تساعد الناس تطمن أكتر. صور احترافية، هويات موثقة، تقييم للضيف وتقييم لصاحب البيت، وكل إقامة ناجحة كانت بتخلي الشخص اللي بعدها يحجز بثقة أكبر. ومع الوقت اير بي ام بي ما بقتش مجرد موقع لحجز مكان تنام فيه، بقت بتبيع تجربة مختلفة عن الفنادق. ولخصت الفكرة دي بعد سنين في شعارها الأشهر Don't go there, live there. ما تروحش المكان كسائح، عيش فيه كأنك واحد من أهل البلد. وهنا بقى المنافسة ما بقتش بين شقة وفندق، بقت بين إقامة وتجربة كاملة. وخلال سنوات قليلة بقت اير بي ام بي تعرض ملايين أماكن الإقامة حوالين العالم من غير ما تمتلك فندق واحد. والدرس اللي لازم نتعلمه هنا إنه اير بي ام بي ما خلقتش أماكن جديدة للإقامة، الأماكن كانت موجودة